غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج تقدم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هديك المايك قول الشهادة تاني واخد الصدق في البلتوك دي بالظبط من يوم ما دخلت إلى الآن وسبب إسلامك كل تطورات يعني يا ريت كده ويكون يعني كلام من القلب يعني. اتفضل مايك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى رسول الله. حاج وسام أنا دخلت الغرفة ديت كان بهدف دراسة الغرفة والأدب بتوع الغرفة والفكر اللي كان موجود في الغرفة ومحاولة عنوانة أو جدولة أسلوب والرد عليه بالمثل أو بدراسة طريقة التفكير باللفظ كده في آية بتقول ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. مش مرسل ومش بالشكل ده أو مش مقصود بالشكل ده، بس هو كان الموضوع كان دراسة عامة منها البوينت بتاعت غرفة البالتوك وخصوصا الغرفة مسلم ديالوج. الموقف أنا ما كانش عندي خلفية كبيرة بالنسبة للمسيحية، بس المسألة اتطورت حتة بحتة. المسألة مش عايزة فكر كتير أو عقل كتير، مسألة بسيطة أوي 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 ومحتاجة بني آدم بس يعني يقعد يفكر 5 دقايق مش أكتر. مش محتاجة حتى الأدلة ولا المستندات ولا 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 مسألة سهلة جدا والفكر الإنسان العادي والمعتاد. كان في حديث ليا مع الأستاذ وسام قد إيه مبهر، قد إيه مقنع، قد إيه في أسانيد. بعد كده بدأت أخش الغرفة بصفة يومية وشوف ناس بتتكلم كتير، الأخ عبد الكريم، أستاذ فارماسي، قرآن لافلي، دكتور تيتو، الناس دي كلها، حتى أبو عبد الله، كل الناس دي كنت بسمع حواراتها. أكتر حوار كان بيشدني جدا 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 بعد الصلاة وبعد كل ده ناس المفروض انها بتفهم والمفروض انها مثقفة زي ابانوم مثلا، قد ايه كان بيتكسر وقد ايه كان بيفتح جبهات وقد ايه كان كل ما بيحاول يشرح حتة كان بيعري مليون حتة، قد ايه كل في حتة كان بيبقى فيها استفاضة وكان بيبقى فيها ناجح في عرض الفكرة من غير ما يحس، كان بيعري مليون حتة تانية. عامل زي حتة مساحتها 10 متر بنغطيها بحتة قماشة مساحتها متر، كل ما بنغطي جزء واحد بتعري 9. الموضوع كان خطوة بخطوة. مش اكتشفت شيء خطير وشيء ما كنتش واخد بالي منه، ان الاسلام بالنسبة لي ما كانش وليد اللحظة، بالعكس ما كانش وليد
الكام يوم اللي فاتوا. الإسلام كان معايا من فترة طويلة جدا، كان معايا في شغلي بأساليب المنطق والفكر، كان معايا من غير ما أحس مع الشعراوي، كان كل يوم جمعة، كان معايا من غير ما أحس في أحاديث كتيرة جدا مع أصحابي، كان معايا من غير ما أحس طول لو عمري 39 وكنت معي من سن 10 يبقى طول 29 سنة اللي كانوا موجودين واللي كنت بقدر أسمع وأفكر وأحلل بيها. الإسلام بالنسبة لي النهاردة مش فكرة عشوائية أو نزوة. أنا فعلا زي ما قال عفروتو من الأشخاص المترددين جدا 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 جدا، بس في تردد سلبي وفي تردد إيجابي. التردد السلبي دايما بيشدك لورا، لكن التردد الإيجابي هو تردد إزالة وزن الأمور. أي إنسان بيمتلك عقل من الحكمة أو جزء من الحكمة. في آية غريبة جدا 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 وحلوة قوي: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما معناه؟ مش حافظ الآية بالظبط. دي فعلا الآية دي فيها كل اللي أنا عايز أقوله فعلا. سنريهم آياتنا في الخلق وفي الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. في اللحظة اللي بيتبين فيها ده يبقى الاختيار بين حاجتين: يا يا لا. وأعتقد أن دي اللحظة اللي بيقام فيها الحجة، واللي بعديها بيتحدد مصير الإنسان دوت إذا كان أهل يمين ولا أهل يسار. أنا بشكر الظروف اللي خلتني واحد منكم، واللي خلتني أسمعكم، واللي خلتكم تكونوا سبب في تحريك شيء جوايا. مش عارف الظروف هي اللي دفعتني ليكم ولا انتوا اللي دفعتوني للظروف دي، بس أنا بشكركم وبقول لكم أنا متشكر على كل مجهود انتوا بذلتوه، وتشكر لكل الناس اللي كلموني على الخاص أو اللي كلموني على العام. اللي بيدعو الدين ده بيبقى شيء جميل، سواء بيدعو لأي دين، لأن هو شايف إن دوت أغلى حاجة عنده، أحلى حاجة عنده، فبيديك من أحلى حاجة عنده ومن أغلى حاجة عنده. أنا بحترم ده، لكن الجميل أكتر إن يكون الحاجة دي ذات قيمة وتستاهل، ما تبقاش حاجة وخلاص. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى نبي الله ورسول الله، والحمد لله. طيب الآن في سوق، يا ليت لو أنت قافل الفتحة الخاص اقفله. طيب أنا عاوز أسألك سؤال لو تكرمت، يعني إيه النقطة الرئيسية اللي هي غيرت تفكيرك، أو يعني زي ما يقولوا إيه القشة اللي قسمت ظهر البعير؟ إيه اللي خلاك كده يعني تتهد كده، العقيدة كلها تنزل تنهار، العقيدة بتاعتك السابقة المسيحية المايك؟ الكسر دوت كان على 3 مراحل. أول مرحلة فاكرها كويس قوي، كان حواري معاك شخصيا. تاني كسرة دي اللي كانت جامدة جدا، اتصال بينك وبين أحد القساوسة، وعندي التسجيل بتاعه، واحد زي بسيط عبد المسيح بسيط، وفترة طويلة جدا. الحديث ده هزني. ليه؟ الراجل دوت مفروض انه دارس لاهوت. الراجل ده هاجمك في جزئية الإله المتعال، واتهم الإسلام بأن إله متعال. طيب الاتهام ده بيدل على ايه؟ بيدل على 3 حاجات. أول حاجة غباء
المتهم. 2 عدم علم المتهم. 3 جهل المتهم. 3 حاجات دول لما يكونوا متوفرين في شخص زي ده يبقى في حاجة غلط. الكتب اللي انت شرحتها لي وتدميها كتب شنودة، موقف مكاري ومرضه مرض شنودة، الناس دي بتتعرى حتة حتة. انا حاسس بالظبط ان ربنا سبحانه وتعالى قاعد ينفخ في مكاري ده، ينفخ فيه وينشر له فيديوهات والناس تشوفه وهو بيشفي مسلمين ومسيحيين، وتشوف كده وتشوف كده، عشان في الاخر خالص يروح مديله حتة تخلي كل ده. في آية بتقول ولولا يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه. عارف الكلمة دي؟ الآية دي حلوة قوي قوي. عارف يقذف بالحق على الباطل ليدمغه. عارف الدمغة دي احنا بنستخدمها في ايه؟ في الذهب عشان تدل عليه. بل نقذف بالحق على الباطل. عارف بندمغه عشان نقدر نميز في الذهب في جراماته، ده 18 ده 21 ده 24. فاحنا اللي عملوا مكياري ده كبروا، والحق يدمغه. يعني لما تبص لمكاري تلاقيه بيعمل كل ده ومدموغ في الاخر محطوط عليه ختم انت كذاب. فهنا لما كان بيكبر، لما كانت دائرته بتوسع، ولما كان بيتشهر، دي كانت التمهيد او الفصل الاول بنهاية الرواية، وهي انه كذاب. يعني هو في حد ذاته بقى آية، فالناس اللي شافت الفصل الاول من الرواية ديت شافته وهو بيعلى، انما الناس اللي شافت الفصلين الاول والتاني شافته وهو بيتدمغ. فمهم جدا للناس انها تشوف الفصلين ما تشوفش فصل واحد عشان تفهم الرواية صح. اكتر شيء بقى هزني جدا 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 هو ان كل الشبهات اللي اثارت على الاسلام موجودة في المسيحية. الناس اللي طلعت الشبهات دي ما فكرتش. طب هم ما فكروش في دينهم، ما فكروش في كتابهم، ما فكروش في اسلوب حياتهم زي ما انا كنت بفكر. حتى لما جم يتخذوا اسلوب للنقد او للفكر ده ما خلاهمش يفكروا. حتى الغباء متوفر في العمل. لما يقولوا شبهة السيدة عائشة رضي الله عنها وهم عندهم بين متجوزة في نفس السن، مزعلهم قوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز 9 بظروف معينة بأشكال معينة تحت بند معين، وهو في أنبياء في الكتاب، مش عايز أقول المقدس، أنبياء في الكتاب اتجوزوا 100 واللي اتجوز 1000 واللي اتجوز 3 واللي اتجوز 4 واللي اتجوز 10. اشمعنى حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط؟ كل شبهة وجهوها للإسلام هي موجودة. طب قول كلمة إيش عندك، قول حاجة انت ما بتؤمنش بيها. وفي حاجة غريبة قوي 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 قوي، الكتاب المقدس او اللي كان مقدس في حاجة غريبة، زي ما يكون قاصد عن قصد جدا 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 انه يشوه كل انسان.
يمسك كل واحد يشوهه، واللي مفيش حد بتشوهه يشوهه هو. النبي ده دبع بنتينه، النبي ده زنى، النبي ده سرق، النبي ده خد البركة، النبي ده عمل وسوى، النبي ده عمل وسوى. مفيش فيهم النبي ما عملش حاجة وحشة، لدرجة اللي بيقولوا ان القديسين لا يخطئوا في اليوم 7 مرات. كل ده عشان في الاخر توصلني لنتيجة انه بل لا خطيئة له وليس احد بار. كل ده عشان اجمل في المسيح. طب وايه العيب في المسيح اللي يكون فيه انسان تاني جنبيه كويس؟ انت حتى كده خدت القدوة، ما بقاش في قدوة. اذا كان القدوة المسيح، فالمسيح فيه لاهوت وناسوت طبقا لكلامه. لو انت سحبت يسوع المسيح يبقى مفيش حد كويس، دي بطيخ، الدنيا كلها خربانة خربانة خربانة. مفيش واحد عدل، مفيش واحد في الكتاب المقدس عدل. بس فآسف جدا، مش قادر اتكلم ومش قادر اعبر ومش عارف، دماغي مش مركز. انا اسف جدا. استاذ حسام اتفضل معاك. اسمع يا استاذ نسي، اسمع معلش، استحمل شويه، لان ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى يكون اسلامك سبب في اسلام ناس. واللي انت بتعمله الان ده اول شيء بتعمله في المسيح الاسلام الان، ان هو دعوه الى الاسلام. في نقطه مهمه جدا جدا، انا رساله ابلغها للروافض، لو حد رافضي في الغرفه. الاستاذ نسي لسه اسلم الان ويقول السيده عائشه رضي الله عنها. سامعين روافض؟ سامعين روافض؟ سامعين روافض؟ وانتوا بتقولوا انتوا مسلمين وبتسبوا زوجة النبي وبتخوضوا في عرض النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واحد لسه اسلم الان تقول ايه؟ سبحان الله. طيب انا عاوز بس حضرتك الكلام اللي مهم. انت قلت 4 نقاط رئيسيه مهمه جدا في اسلامك، فدي مهمه جدا. اولا اتكلمت على الفار بسيط او القمص عبد المسيح بسيط، وبعدين اتكلمت على شنودة، البابا شنودة، وبعدين اتكلمت على مكاري يونان او مجاري يونان. انت حضرتك تفضلت وقلت في عاوزين ناخد جزئيه لو سمحت، دي مهمه جدا جدا. وبعدين الاتصالات. الجزء الاول المناظره مع عبد المسيح بسيط. حضرتك انت قلت بتتكلم على موضوع الاله المتعالي. هي طبعا العمليه مش كده بس، والمناظره اكيد انت سمعتها او سمعت اجزاء منها لان شغلناها كتير هنا في الغرفه. بسيط استاذ الدفاع اللاهوتي غلط كتير، حتى النصوص غلط. يعني حصل له ارتباك ما بين انجيل يوحنا 5:17-18 وانجيل يوحنا اصحاح 10، والتسجيل موجود والمناظره موجوده والنصارى اسمعوا. طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت غريبه نعم خلط بين النصوص. موضوع المتعالي ده، المتعالي ما يكون استاذ لاهوت مش عارف ان الاله متعالي ويركز على الموضوع ده يمكن 3-4 مرات، يقول الهنا عالي مش متعالي. طبعا هو يقصد على الاسلام اله الاسلام متعالي، فهو ما مش عارف كتابه. انا جبت له نصين وفي نص تاني قوي جدا في الموضوع ده، اللي هو في عندك مزمور 46:10 يقول كفوا واعلموا اني لا متاسف صح اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض. تخيل راجل استاذ لاهوت دفاعي بيدرس اللاهوت الدفاع كلها اكريكيه ولا يعلم ان اله متعالي. فيا ريت حضرتك الاول النقطه الاول نتكلم بس الان فقط عن مناظره بسيط وتاثيرها فيك وتاثيرها في المسيحيين، وبعد كده حضرتك تديني المايك بعد ما اخلص الجزئيه دي ننتقل الى السؤال اللي بعده لو تكرمت يعني. وفي نقطه ثانيه بدون ما تقول يعني طبعا احنا مش عاوزين معلومات شخصيه عنك يعني. حضرتك بتقول انت متخصص في المنطق او الفلسفه او علم النفس. هل انت استاذ جامعي؟ هل انت معيد؟ يعني ايه بالظبط يعني؟ بدون يعني مش عاوزين طبعا انت في كليه ايه ولا ده. يعني عاوزين يعني كلام عام يعني. اتفضل المايك معاك. لان انت كررت الموضوع ده كتير جدا يعني. اتفضل.
النص دوت فعلا هو كان يعني كان فيه لما هو كان في المناظرة. المفروض ان انت واحد داخل مناظرة، فالمفروض ان انت فاهم وعارف، فما بتعملش بالشكل ده. بس هو ما جابش جديد، هو بينتهج نفس منهج كل اللي بيعملوا شبهات، زي ما وضحت لحضرتك قبل كده، ان هم بيجيبوا حاجة موجودة عندهم وهم اقروها، سواء بقى بعلم او بجهل. كانت من الحاجات الصغيرة برضو الفتافيت اللي في السكة اللي كسرت حاجات كتيرة جدا، مقالات وكتب وحاجات زي مايكل هارت مثلا. مايكل هارت في كتابه الخالدون بقى عمل حاجة غريبة جدا، حط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرة 1، وحط المسيح نمرة 3، وحط بولس الرسول اعتقد معلش لا بس خليك بس انتظر في النقطة دي، شيل النقطة وانا عليها، انتظر في النقطة دي. طيب بالنسبة لموضوع شنودة، يعني انت ذكرت شنودة، يا ريت بس بعد تفاصيل اكتر في موضوع شنودة. اتفضل مايك معاك. شنودة كان ليه مقالات غريبة جدا جدا جدا. المقالات شكلها توجيهي، لكن في حويتها مصايب سودة. يعني كانت في مقالة انا كنت قاريها له في الجورنال بتقول ان هناك اشكالية في الكتاب المقدس، ولا سبيل لحل إشكالية الكتاب المقدس إلا أن يكون للرب طبيعة مختلفة. مش حافظ المعنى بالظبط إيه، بس هو اختلاف الطبيعة الإلهية أو هو عمل لها حل كده. يعني كان في حاجة عنده عاملة مشكلة وغير السكة خالص عن منهج الكنس اللي كان موجود وعن الدنيا اللي كانت موجودة خالص، مش غير الطريق تاني خالص، حاجة تانية خالص. ده كان في مرة كانوا عاملين له شريط اسمه فكاهة البابا شنودة، كان بيقعد يهرج فيه. ففي واحد صعيدي في الاجتماع بيقول له ابونا شنودة انت جاموس في الكتاب المقدس. قال له ايوه يا ابني، بس العجول اللي تفهم. قد ايه كده الموضوع تهريج وهزار، وعامل شريط كامل فيه الافيهات الجميله بتاعته اللي هو بيشوفها مع الناس وبيعملها. المقاله اللي كانت في الجورنال دي لما تقراها وتشوف اللي هو كاتبه او اللي هو قايله نفسه، اللي هو اختلاف الطبيعه. المساله في الحته دي عامله زي الزيبق. يعني ممكن النهارده يعمل لك مقاله، بكره يعمل لك مقاله ثانيه والثالثه مقاله ثالثه، وتقعد معاه يقول لك دي ملهاش دعوه بدي، بس دي ليها صله بدي، ودي اختي دي، ودي تبقى بدي. مفيش. الناس دي علي زيبق، الناس دي ما بتتمسكش، الناس دي عاملين اشبه. كان في منطق ناس في الفلسفه اسمهم السوفسطائيين. السوفسطائيين دول كانوا قوم بيؤجروا بفلوس، يروحوا يهجوا انسان. لو الانسان ده قدر يدفع لهم فلوس اكتر يروحوا رايحين للي اداهم الفلوس ويهجوه. وفي الحالتين بيهجوا ده وبيهجوا ده وبيشكروا في ده وبيشكروا في ده بنفس المنطق وبنفس الاسلوب. فاعتقد ان ده كان ليه تأثير كبير جدا على الفكر المسيحي. السوفسطائية اقناع الشيء وضده وتبييع الاشياء، والاشياء ملهاش تعبير نص قرآني رهيب. الضالين ولا الضالين، فعلا فعلا فعلا. الكلمة دي الكام حرف دول هم خلاصة كل شيء، ولن تستطيع في حوار ان تخرج منهم بشيء، وهم اساسا مش فاهمين شيء، وكل الموضوع ماشي كده. يعني ايه، زي ما قلت لك ان كان في الميتنج او كان في الاجتماع اللي كان موجود، كان بالبلدي كده يا جماعه رقعوا لنا المسائل دي. يعني ايه، يعني شوفوا المسائل دي مبهوقه مننا تتضايق ازاي. اللي يعرف يرفي يرفي، واللي يعرف يرقع يرقع، واللي يعرف يظبط يظبط. القربه مش ماشيه، القربه مش مظبوطه، ظبطوا لنا الدنيا. اللي عنده حاجه يقولها، اللي عنده منهج جديد يتكلم بيه، اللي عنده فكره نشوفها نطبقها احنا معاه. فتخيل لما ناس المفروض يقولوا حاجه زي كده، دي مصيبه سودة. يعني احنا خارجين بنتكلم روحنا.
ناس بتحاول تفكر لهم في منهج او تحاول تفكر لهم في اسلوب او بتاع، بس احنا خارجين فعلا بنتكلم في راحه. يعني انا اعتقد ان ال 46 واحد اللي كانوا قاعدين مش عارفين يعملوا حاجه، حتى لو كان في مخيلتهم انهم يعملوا حاجه او يقولوا حاجه، انما خارجين متمخمضين. ازاي الناس دي بتتكلم كده، وازاي الناس دي وصلت للحاله دي؟ ازاي الناس دي عايزه تظبط المسائل دي؟ الناس دي في حاجه مش مظبوطه، الناس دي غير مؤهله، انكواليفايد، الناس دي مش متظبطه، الناس دي في حاجه مش مظبوطه معاهم، الناس دي مش عمالين شغلهم، مش عارفين يمشوا شغلهم، الناس دي واقعين في حاجه، الناس دي في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. اتفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. في صوت يا اخوه؟ في صوت. طيب النقطه الثالثه حضرتك بالنسبه لموضوع مكاري يونان، انت اتكلمت على كذبه في موضوع المعجزات وبتاع، يا ريت وهل سمعت اتصال ليا مع مكاري يونان او حتى تسجيل من اتصالات؟ وبعدين بقى تخلي الاتصالات في الاخر يعني. اتفضل مايك معاك. مكاري يونان ده انا اول ما شفته على طول يعني في دلائل كده، في دلائل الواحد ليه بصيره برضه، يعني تحس ان انت مش في حاجه مش متظبطه. الفيلم والافلام بتاع الموضوع دوت والكلام ده مش متظبط. وبعدين شكله وهيئته مش شكل واحد ملتزم بشعائر الدين. يعني انت عارف الصيام عندنا كتير، 255 يوم و50 يوم قطاعي ومش عارف ايه، يعني حوارات كده كتيره يعني السنه كلها مصفصفه في ال 365 كلهم، ممكن تقعد مثلا 60 يوم ولا حاجه، يمكن اقل من كده كمان. فالمسائل مش متظبطه. فالراجل ده المفروض ان يكون فيه اضعف الايمان، انه يكون ملتزم. يعني ملتزم ايه؟ ده لو صام اسبوع هينزل نص وزنه. فما ينفعش البني ادم اللي شايفه مخدود وشكله وكرشه ده يعني يبقى دوت ملتزم، لان من شروط تحقيق المعجزات طبقا لوصيه المسيح انه يكون في قلبه ذره ايمان. واعتقد ان الايمان مرتبط بالالتزام، ولا يستحيل اكون مؤمن وفلاتي مثلا، او مؤمن وما بصومش مثلا. ده انا بالعكس، ده انا مؤمن بقى لدرجه اني بفعل المعجزات. فيعني دي درجه من درجات الايمان. انا عندي مراتي كانت بتصوم صيام ال3 ايام بتاع سيدنا يونس، لدرجه ان كان بقى 3 ايام لما تيجي تاكل او تشرب وبتاع كان ممكن اطلب لها الدكتور تجي لها غيبوبه، اقدر اقطع لها شويه ميه الاول وبعدين شويه عصير وبعدين كده، وبعدين تفضلها وتاكل لقمه صغيره وبعدين وتفضل تقوم وتتكلم وبعدين تبدا تعمل اللي بتعمله ده. فدي انسانه عاديه خالص ملتزمه، فما بالك بالتالي اللي المفروض راجل بقى يعني وصل من مرحله بيعمل معجزات، راجل بتاع معجزات، يعني موضوع تاني خالص، قصه تانيه خالص. فيعني ما ينفعش ده، ما يركبش على ده. واحد. 2 القصه او المواجهه اللي كانت بينك وبينه واتكلموا ومش عارف ايه وبتاع، بس انت كان في الحديث اللي سمعته انا ما كانش معاه هو. الحديث اللي سمعته كنت انت بتكلم واحد بتقول له مش عارف مين بالظبط، فبتقول له انا عندي واحد عيان وعايزين نشفيه ونشوف له حاجه من المعجزات وبتاع، فقال لك روح لابونا مكاري هو بيعمل الحاجات دي وبيشفي المسلمين. قلت له لا هو مش مسلم، هو مسيحي. فقال لك مين؟ فبتقول له شنودة. قال لك هو شنودة بيفعل بالظبط، انا فاكر الحديث بالظبط، قال لك شنودة بيفعل في اليوم ما لا يفعله الشباب، فبيقوم بمجهود ما بيقدرش يقوم بيه. لا لسه هو مسألة سد، يعني مسألة سد. وهو كده قلت له لا ده هو عنده الحساب الدائري، عفوا، ده هو عنده الحساب الدائري وبتعالج في امريكا، فانت ممكن تشوف الموضوع دوت ويشفيه. فقال لك انه برضه بنفس اسلوب الزيبق هرب، بس باسلوب لدق شويه. قال لك هو بيفضل الايمان على الشفاء. طب يا ابني اللي هو بيفضل الايمان على الشفاء هو رايح امريكا ليه؟ ولا هو الايمان يبقى مع مكاري والشفاء يبقى مع امريكا؟ فالمساله بقى مفروغ منها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني واضحه، المساله واضحه. يمكن ربنا كان بينفخ فيه عشان يفرقعه صح، زي البالونه بالظبط. لو كانت ما فيهاش هواء مش هتفرقع، لما هي تتنفخ عشان تفرقع في وشهم كلهم.
وتبقى حجة عليهم يعني. اتفضل يا فندم، معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الاتصالات كان نقطة تحول أكيد، وأنا قلت لك حاول اقعد اسمع الاتصالات وشوف رد الفعل. قول لي بقى موضوع الاتصالات، ترتب يعني شوية تفصيل شوية في موضوع الاتصالات. وهل كان بالنسبة لك اتشك صدمة؟ يعني أكبر علماء الكنيسة بنتصل بكل علمائهم وأنت شايف الردود. اتفضل. والله الاتصالات دي طبعا كان مهم جدا، كانت بتبقى حفلة بالنسبة لي من الساعة 10 للساعة 11 12 واحدة، لدرجة ان انت شخصيا كنت تقريبا في مرة عملت لي انفيت وكنت قاعد عمال اخش مش عارف اخش، فجبت لي الدعوة رسمت لي الغرفة، وكان في ساعتها حديث بينك وبين قصة برضه. المشكلة في حاجة بقى، الاتصالات كان ليها المفعول السحر بالنسبة لي، دي مهمة قوي، لان انا طلبت منك طلب انت ما خدتش بالك منه او خدت بالك منه ما اعرفش. انا قلت لك انا عندي شويه اسئله وعايز اسالها لك وعايزك تجاوبها لي بعباءه الشيخ ومره بعباءه القصه. فقلت لي مش هينفع، لان انا ما ينفعش امثل الدور دوت، لكن انت بص في الاتصالات وهتلاقي اللي انت عايزه. وفعلا لما بصيت في الاتصالات لقيت مرادي، يعني لقيت اللي انت كان المفروض تدهولي او اللي انت كنت عايز تقوله لي، ولقيت اكتر منه كمان. لان في الاتصالات كانت الاتصالات بتتربح بين 3 اشياء مهمه جدا. اول شيء ان واحد بيجاوب بمنتهى اللباقه، وكان مثل ابانوب مثلا اللي كان بيعري كل حته، بيغطي حته يعري 10. المثال الثاني وهو كان واحد مش فاهم اي حاجه، ودي كانت بتبقى مصيبه سوداء. المثال الثالث اللي بيقول لك انا عندي تعليمات اني ما ردش عليك، عندي تعليمات اني ما ردش عليك، الدرجه دي انت بقيت لافت، والدرجه دي انت بقيت يتقال عليك تعليمات. انت عارف عشان يتقال عليك تعليمات ده يبقى تأثيرك وصل لحد فين ووجودك وصل لحد فين وبدأت تتشكل ايه. والحديث اللي انت دايما بتطلعه اللي هو بتاع موسى، قصة الشباب، أسقف الشباب، ده كمان ده مصيبة سوداء، اللي هو كان بيقول إذا كان السؤال استفزازيا بردش، أما إذا كان السؤال استفساريا فأرد، أما إذا بدأ السؤال استفساريا وانقلب استفزازيا بردش. يعني ده راجل يعني، وهو ده الأسلوب اللي كان موجود من زمان. الناس دي لو ما كانش عندها ناس تقول أي حاجة في أي وقت وفي أي أسلوب، ما كانوش عملوا أبشع الحاجات اللي كانت موجودة على مستوى التاريخ زي صكوك الغفران وزي الحاجات دي. الناس اللي طلعت صكوك الغفران دي وطلعت كل الحاجات دي، الناس اللي كانت بتتعامل معاها دي فين؟ يعني ازاي قدرت تحوز القبول عند عامة المسيحيين في الفكر ده؟ ازاي قدرت تقنعهم بيه؟ طب يقنعوهم بالإله، يقنعوهم بالثلاثية، يقنعوهم بده. طب اقنعوهم ازاي ده ممكن يقنعوهم بحاجات اغرب من كده واعجب من كده. طب كان سندهم ايه في الكتاب المقدس في الموضوع ده؟ طب الناس دي لما عملت كده ليه ما طلعتش ناس في وشهم تقولوا لا؟ ليه استنوا لما يتهدوا برضه فكريا زي ما قالوا فكريا؟ الناس دي فعلا اللي بيهدوهم الفكر، هم مش خايفين لا من سلاح ولا من هم عاملين حساب كل ده. انما الشيء الوحيد اللي محيرهم واللي بيشتت جمعهم فعلا هو الفكر. هم خايفين من الفكر، خايفين اساسا ان اتباعهم يفكروا، لان لو اتباعهم فكروا مش حدش هيتبعهم، وكل اللي بيتبعهم اصحاب هوا. يعني ايه عامل ايه زي المسيحيه عامله تخفيضات، فعلا هي بالظبط عامله تخفيضات. يسوع بيحبك ومات عشانك بس، خلاص الموضوع انت جنة. كان في واحد صاحبي مره عمل موقف غريب قوي قدامي، عمري ما هنساه. كان في مجموعه، هو شغال في مكتبه، ففي مجموعه اقلام قدامه، فطلبت منه رقم تليفون، فراح جايب قلم من التليفون وراح ماسك القلم وراح كاتب رقم التليفون. فبقول له ليه كده؟ انت راجل صاحب مكتبه، ما يبقاش عندك قلم تكتب بيه، ليه تاخد بالقلم ده؟ انا ليه اخد قلمي اشتري منك قلم انت كتبت بيه قبل كده؟ انت هتتحاسب على الكلام ده. فرد بمنتهى اللباقه قال لي انا مش هتحاسب على حاجه، قال لي يسوع عشان خطاياي اغفر لي خطاياي، مش هتحاسب على حاجه. يعني مش هتحاسب على حاجه يعني ايه؟ ازاي يعني؟ ازاي تاخد القلم؟ مش من حقك.
قال احنا هنتوبخ بس ما يليق وما لا يليق. قلت له ده فكر مش سليم، ده منطق مش سليم. قال لي انت لما يبقى عندك ابن هتوبخه ولا بتقتله ولا بتعذبه؟ قلت له ده قياس خاطئ على طول، ده قياس خاطئ. المسألة هنا مش مسألة ابن، مسألة حقوق. يعني ايه واحد يجي يغتصب واحدة ويبهدل بيها الدنيا ويمثل بيها وبتاع، والواحدة دي تخصني انا وتيجي تقول له المسيح غفر عشان تروح اعترف؟ يعني ايه؟ طب ماشي، دي حقوق، في حقوق المجتمع وفي حقوق الشخص وفي حقوق العباد. انا ليا حقوق، مين يديها لي؟ يسوع بيحبك ومات على الصليب عشانك، وهو اللي هيديك اللي انت عايزه، وانت في الاخر هتبقى ملاك هايم في السماء ومفيش اي حاجه والدنيا يعني. يسمع الكلام ده وبتاع، تبقى سايق عربيتك مثلا وماشي ومش عارف ايه، وهتعمل حادثه فتروح مجلي منه يمين مجلي منه شمال، ما انا برقص فوق دماغك، ابو سيفين عمل مش عارف ايه. طب يا عم انت لما برقص جنبي وابو سيفين فوق دماغي والكلام ده كله، ماشي انا معاك. طيب طب ما في واحد كافر، واحد مسلم، واحد من اللي انت بتعمله اي حاجه برضه عمل نفس الموضوع. كنت انا تاني يوم جنب واحد وبتاع ونفس الموضوع برضه، واحده معديه راح مفاديها، واحد كان يهبطه من جنب راح مفاديها. طب ده فين بقى؟ ابو سيفين ولا فين ماري مرقص ولا فين ولا فين ولا فين ولا فين اللي انت كنت بتقولي عليهم؟ ما هو زيه بالظبط. ايه الفرق؟ ده اصل انت اليومين دول انت مش مظبوط، انت روح القدس مش جواك. يعني ايه روح القدس مش جواك؟ وهكذا وهكذا وهكذا. فبقول لحضرتك الاتصالات كانت اعتقد انها كانت فاصل بين الابيض والاسود. الاتصالات حاجة بتتمتع بحاجة غريبة جدا 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 جدا، هي المواجهة. والمواجهة دي مش موجودة في اي حاجة عشان تبقى عارف، وهم بيهربوا من المواجهة دي، وهم اللي مجننهم ان في مواجهة. هم مش عايزين مواجهة، يعني عايزين دايما الحرب تبقى برضو. هقول لك الاسلام قال وإن يقاتلوكم. فاكر كويس قوي الكلمة دي لأنها كانت بتناقش جزئية مهمة قوي. وإن يقاتلوكم من وراء جدر، أو من وراء مش فاكر ما معناه، من وراء جدر، من وراء فعلا مفيش مواجهة وجها لوجه. عمر ما هيكون في مواجهة لوجه، لأن ده مش مبدأهم وده مش أسلوبهم. دايما أسلوبهم إنه يضربك وهو مستخبي. إلا في إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سبحان الله سبحان الله. اقرا الآية دي تاني. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، تكتلات زي ما بيحصل وزي الزجاج، أو من وراء جدر. عمره ما هيقتلك وجها لوجه، على طول ممكن يسلط عليك واحد من نفس رداءتك. بأسهم بينهم شديد فعلا. قد ايه منظمين، قد ايه مهندمين، قد ايه بيصرفوا، قد ايه بيدوروا على كل جديد يدعم. تحسبهم جميعا فعلا، يعني انت تقعد بينهم وبين بعضهم بيخططوا وبيعملوا، لكن هم فعلا وقلوبهم شتى فعلا. وقلوبهم شتى، يعني كل لفظ من ده دستور. وقلوبهم شتى فعلا، وقلوبهم شتى. يعني يستحيل اقول لك واحد، يعني احنا لو قلع على الاسلام او الاسلام انتهى، هتلاقي الكاثوليك مع الارثوذكس مع البروتستانت بيعملوا بعض اللي ما بيتعملش، اللي عمره ما اتعمل اساسا بين المسلمين والمسيحيين. وقلوبهم شتى فعلا. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. هم فعلا لا يعقلون، هم فعلا لا يعقلون، دي حقيقه. لانهم لو كانوا يعقلون ما كانوش جابوا الشبهات دي، ما كانوش فكروا بالاسلوب ده، ما كانوش حكموا الاسلام بالشكل ده. الاسلام كان ممكن يتهاجم باساليب اكثر فعاليه من كده. ده هم اختيارهم للاساليب دي، ده حتى ده اختيارهم في اساليبهم وفي محاربتهم للقران ده جهل منهم. فعلا لا يعقلون. سبحان الله. الايه دي كل حرف فيها ايه. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه فعلا، او من وراء جدر. صح. بأسهم بينهم شديد تمام. تحسبهم جميعا فعلا، وقلوبهم شتى، دي حقيقة. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. مين اللي كاتب ده؟ مين اللي وصفهم الوصف الدقيق ده؟ ده فعلا ده كتاب، ده ربنا اللي بيقول، مش حد تاني. ده فعلا
انت تعرف ان في تقارير ان زكريا مرقص والكلام دوت وبتاع دوت عمل اصلاحات في الدين الاسلامي ما عملهاش الشيخ الشعراوي. الافكت بتاعه او تاثيره فيها اكتر من الشيخ الشعراوي. ازاي تناقض دوت؟ لو تمسك الورق وتمسك التحليل تلاقي الموضوع كده. مسك ناس كتيره جدا ما كانتش مهتمه بالاسلام، مسلمين، خلاهم رجعوا للاسلام ويدوروا ويبصوا ويشوفوا. خلى المسيحيين يبداوا يبصوا ويبقى لهم صوت، يبداوا يناقشوا، يجيبوا عايزين يعملوا زيه، يبداوا يشدوا القران، يبداوا يدرسوا، يبداوا يقروا، يبداوا يشوفوا ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. نفس الطريق ونفس الاسلوب. افاق طب افاق لسبب واحد، لانه بيشتم، ودي كفايه عليه. لما لسانه يغلط ويشتم نستدرجهم من حيث لا يعلمون. لما لسانه يغلط ويشتم اعلان صريح بانه غير مسيحي، وغير مسيحي يبقى هو ايه؟ وبيشتم في الاسلام على انه خلق ايه تاني حطها فيه غير انه يهودي او غير انه مأجور. اي واحد مسيحي يشتم خلاص معروف هو ايه، والانجيل اتكلم عنه وقال ايه. ده طبقا للانجيل يسوع المسيح طلب الرحمه والرأفه والمغفره للي صلبوه، لكن اللي يشتم ما طلبلوش ده حرمه من الابديه، حرمه من الملكوت. اذا كانت دي تعاليمك وانت بتؤمن بده وانت ما بتنفذهاش يبقى انت لا شيء. يا ابتاه اغفر لهم، مظبوط. الناس اللي بيسلبوه، اللي واقفين بيتريقوا عليه وبيغلظوه وبيعملوه وبيقطعوه طبقا للكتب وطبقا لاي كان بقى او اي اللي عملوه او اي كتب، يا ابتاه اغفر لهم. ازاي اغفر لدول ما تغفرش اللي بيشتم؟ هل اللي بيشتم ده للدرجه دي هو عمل كده؟ طب انت لو قابلت بده كمسيحي وبتشتم يبقى انت ايه؟ انت ولا حاجه. اذا كنت انت مش ملتزم بدينك يبقى بتدافع عن ايه؟ يبقى انت كده يافطه، انت كده اعلان الشتمون لا يدخلون الملكوت. دي حقيقه. طيب ده تحطها بانده كده واعلان لكل الغرف اللي بتدعي انها غرف مسيحيه. من الباب تتقفل اكس وتتقفل. هو يقول لك احنا ما بنشتمكش انت يا مسلم، احنا بنشتم النبي رسول الاسلام وبنشتم مش عارف مين وبنشتم مش عارف مين. وهو المفروض انت لما بتشتم اعدائك وانت بتشتم اللي بيحبوك. لو فرضنا ان الاسلام عدوك وان نبي الاسلام عدوك، المفروض ان هو عدوك، المفروض ان انت حتى في صلاتك بتقول ايه؟ كما نغفر نحن للمسيئين الينا. ده لو افترضنا ان هم مسيئين. دي يافطه تحطها على صدر واحد زي الافاق زكريا مرقص، او واحده يافطه تحطها على كل غرفه اسلاميه تقعد تكتب فوق زوجة الرسول، ولا تكتب مش عارف ايه، ولا تكتب مش عارف ايه. انت راجل بتناقش اديان تقعد تتكلم كلام فارغ زي ده ليه؟ هو هل الديانه هتنهدم اللي انت بتقوله ده؟ ده بيعبر عنك انت. وكل اناء ينضح بما فيه. انت اناءك ايه؟ انا جاي ببني دلوي في اناءك، انت اناءك ايه؟ بفتح الغرفه كده شايف الاناء بتاعك اللي انت فيه زباله، وكلك زباله. يبقى هتكلم معاك في ايه؟ عمال تشتم 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 تشتم. انت كده عارف من الحقيقه. ما انت لو تمتلك منهج واسلوب وفكر كنت بقى اشتري بيه، لكن انت شايف ان المنهج والاسلوب والفكر مش هيوصلك لحاجه. يبقى ايه اللي حيلتك؟ الشتيمه. طب الشتيمه ده منهج ضعيف، ده مش منهج ضعيف بس، ده منهج ضعيف وغير الملتزم. فانت تفعل ما لا يليق. هل انت كده بتكرس؟ هل انت كده بتدعو لايه؟ انت ما بتدعوش لحاجه خالص. انت بتدعو للعكس. فهي دي ببساطه. وبعدين بقى في بقى قشور بقى، يعني عارف بقى انت بتقولي قشر القرن 40، لا ده في حجره صغيره كده عملت تلال. حجره صغيره كده، صغيره، كتب كتيره ومقالات كتيره. مايكل هارت مثلا في ترتيبه زي ما قلت لك، مايكل هارت قايل كلمه عن بولس الرسول في اخر الكتاب دي، لو قريتها، لو اي مسيحي قراها هيفكر في ديانته بدل المره 20 مره. بيقارن بين المسيح لما حطه في المرتبه الثالثه وبين بولس اللي حطه في المرتبه العاشره او حاجه، اعتقد مش عارف بالظبط كام، بس حاجه متاخره قوي.
بيقول لولا أنني أعلم مكانة المسيح لوضعت بولس قبل المسيح، لأن بولس أشد تأثير في المسيحية أكثر من المسيح. في حد يقول كده؟ أنا أعتقد أن بولس دوت يهودي حاول يهد المسيحية، ما عرفش، هدها من جوه، زي اللي بيهد حاجة من بره ما عرفش يهدها، فراح داخل من جوه، راح واخدهم كلهم وماشي بيهم شمال. هي لا، المسيحية رايحة يمين، حاول يبوظها، حاول يجي حتة، ما عرفش يهدها، الأول بيزيدوا، فقعد في نفسه في لحظة من اللحظات كده وبتاع، قال طب أنا أعمل إيه؟ هد الناس دي إزاي؟ هدهم فكريا من جوه وخدهم ووديهم شمال. اللي يقول وما لا يؤخذ بالعصا يؤخذ بغير العصا. هو فعلا عمل كده، ما قدرش يهدهم من بره، راح جاي فقط بصوا بقى، أنا حلمت وقمت وشفت، وأنا دلوقتي بقى هقول لكم نتعمل إيه. والدنيا خد 37 13 منهم بولس، غير 2 اساسا مش موجودين، مش معروفين دول اذا كانوا بتوع بولس ولا مش بتوع بولس. وبعد كده اللي يقعد يقول انا مش عارف ايه، وده مرقس صالح للخدمه، وده بطرس صالح، حاجات ايه ده ودوت ياخد دوت. بص تلاقي تحس ان الانجيل كله من تاليف بولس، اكتر من 80% كلهم تاليف بولس. لو شلت بولس من المسيحيه مش هتلاقي مسيحيه، هتلاقي اسلام، وتحس انها سيمتريه ماشيه واحده كده، تحس انها سيمفونيه واحده. يعني شيل بولس من الانجيل هيبقى 15% في الانجيل، وشوف بقى المسيحيه اليهوديه مع المسيحيه مع الاسلام، تحس انها سيمفونيه واحده، مفيش شاذ، مفيش شواذ في النص، مفيش شذوذ، ماشيه مع بعضها، سيمتريه واحده، ما فيهاش فروق، وما فيهاش فراغات في النص. لكن تحس لما تحط بولس تحس انها خدها وداها حته ثانيه خالص. على الويكيبيديا برضو قريت كذا مقاله كانت موجوده فيها موضوع يهوذا دوت سبب مشكله. قصه يهوذا دي سببت مشكله كبيره جدا مع ملك اسمه قسطنطين، وبرضو كان في لويس التاسع عشر او السادس عشر او بتاع، وقسطنطين ده قاعد حاول يلاقي اشكاليه للموضوع دوت، وحاول يوفق الموضوع. قد كده الموضوع مش قادر يتوفق، قد كده الموضوع مش قادر يتظبط، قد كده سبب انتشار العلمانيه في اوروبا كلها وانهيار الكنائس دي كلها برضو كانت التضاربات الكتيره اللي كانت موجوده في الكتاب المقدس. من ضمنها يهوذا، ويهوذا كانت ليها الموضوع الكبير، كان موضوع المريمين، والمريم برضو كان ليها عامل كبير قوي، التضارب. ما هو يا اما بيبني بالروح القدس، يبقى المفروض انه بيبني طبقا لما الروح القدس، يبقى الروح القدس بيصحح له اخطاء، يا اما هو بيبني زي ما هو عايزه كده، مش هيبقى كتاب مقدس. فيا اما كده يا اما كده، فالمساله ضايعه، لا هي نافعه كده ولا هي نافعه كده. ليه اوروبا كلها اتجهت للعلمانيه؟ ليه اوروبا كلها سايبه المسيحيه؟ ليه بندكس لما راح بريطانيا اتقابل مقابله زي الزفت، ومش عايزين يقابلوه، ومش عايزين يعملوه، والناس بتهاجمه، والناس مش مقتنعه بالكلام. الكلام مش مقنع. مش الكنيسه المسيحيه الارثوذكسيه في مصر بس اللي بتواجه مشاكل، ده بره بيتقطعوا، محدش بدأ يحترمهم، محدش بدأ يثق فيهم، الشذوذ الجنسي عندهم بدأ أكتر من بره، الدنيا مش متظبطة، الكلب مكيالين في كل حاجة، عدم الاعتذار وعن الكلام ده يطلع برضو نفس عندنا موضوع الشذوذ الجنسي، اللي يمسح على رجلين الستات، وشنو ده يقول يسوع ما مسحش ستات، ده مسح التلاميذ بس. ازاي يعمل حاجة زي كده؟ طب وانت كنت فين لما عمل حاجة زي كده؟ ولما يعمل حاجة زي كده يعملها لنفسه، وبعد كده ستات تروح تشتكي تقول انه كان في تحرش جنسي وان ايديهم كانت بتطول. اذا كان الناس دي هي اللي عامله كده، امال مين اللي كويس في الدنيا؟ مين اللي الواحد يديله ظهره؟ النهارده بقى يخش واحد حرامي بيتك ممكن تقابله، لكن لو دخل قصه ما تقابلوش. وبيخشوا بيوتنا وبيعملوا وبيتعرفوا علينا وبيتابعونا، وعارفيننا بالاسم، وعارفيننا بالمهنه، وعارفين احنا بنشتغل ايه، وعارفين احنا ناجحين ولا لا، واحيانا في فلوس بتدفع لما يلاقوك انت ماشي في مشروع كويس وناجح
الدنيا ماشيه معاك، طب خد مثلا دولت ومش عارف ايه وشغلهم معاك، وخد ده كمان اعمل ده كمان معاك، تجارتك ماشيه احنا بنوسعها ونساعدك، هي كده كده الفلوس دي عايزين نستثمرها، وخد وبيتابعوك والدنيا زي الفل زي الفل. كان في بعض اصدقاء ليا كانوا عاملين مول، محلات موجوده في مول سفنكس في الدور الثالث او الرابع الثالث، هما دورين الثاني والثالث. الناس دول كانوا بياعين في محلات وبدأوا يعملوا محل وكده وبتاع، ومشيت معاهم وبدأوا شغلهم فاهمين كويس قوي وشغالين كويس قوي. برضه الجماعه بتوع الكنيسه عدوا عليهم، طب احنا هنمولكم. طب اكبر شركه موجوده دلوقتي، اكبر شركه موجوده في المول مول سفنكس، ادوهم فلوس بالوبا، خدوا زي ما انتوا عايزين بس شغلوا الفلوس وهاتوها اول باول والربح ومعاكم بالنص بدأوا يخشوا. طب انتوا ازاي بتخشوا في التعاملات وازاي بتخشوا في الفلوس وازاي المفروض ان انتوا رسالتكم مختلفه، والمفروض ان انتوا ظروفكم مختلفه، وان انتوا بتعملوا عمل معين وليكوا رساله معينه. لا المساله لا، دي فيها تجاره وفيها سياسه وفيها 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 وفيها. كان في حديث غريب قوي سمعته بتاع موبينيل نجيب ساويرس. في وسط الحديث بيقول لها ان مع المذيعه بيقول لها ان الاقباط في مصر مثلهم مثل الهنود في امريكا وبتاع، هم اصحاب الارض الاصليين. فاستغربت، الراجل ده راجل دبلوماسي وراجل تجاري وراجل محترم، يعني كلمه زي كده تبوظ له شغله. ازاي يطلع يقول حاجه زي كده في حديث صحفي؟ اكيد دي سقطه منه في الحديث، بس راجل زي كده يسقط ازاي؟ ما ينفعش، في حاجه مش مظبوطه. بعد ايام كده اتضحت لي الصوره تماما، ان في هيئه امريكيه بالتعاون مع نجيب ساويرس بتعمل وبتعمل 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 وبتعمل. الله، ده مش راجل اهبل بقى، ده مش راجل وقع بكلمه ولا حديث مع مذيعه وقعت منه كلمتين. لا لا لا، ده راجل عارف هو بيقول ايه. ده راجل رمى الكعب دوت ورمى الحته دي علشان يبقى فيه رد فعل، فيبقى فيه مواجهه، فيطلع بره بشكل معين، فيستقطب الجهات اللي هو شايف عايز يعمل معاها بيزنس دي، فتبدا تموله، فيبدا يوجه نشاطاته للشكل ده. فالناس دي مش هبله، الناس دي برضه عارفه هي بتعمل ايه وغايتها ايه. كان في كنيسه في وادي البترول في الكيلو 101 مصر اسكندريه. فبعد ما تطلع من طريق مصر اسكندريه عربيتك تستخدم طبعا، بعد ما تطلع من طريق مصر اسكندريه وتخش على وادي البترول حوالي 50-60 كيلو كده. لو انت سايق عربيه بورش في الطريق للدير، يعني لو انت سايق عربيه بورش على سرعه 320 كيلو مش هيحصل لها حاجه. الارض مستفلته زي الازاز، عارف ازاز مكتبك؟ الارض عامله كده. فبسأل الارض دي حلوه قوي، الاسفلت ده كويس قوي، مين اللي عامل الاسفلت ده؟ قالوا لي نجيب ساويرس وعامله على حسابه. لا في شغل الناس دي، واللي يقرب له اكتر بتوضح له الصوره اكتر، بتوضح له الصوره اكتر، وبيوضح له الشكل اكتر، وبتوضح له المسائل اكتر. لان المساله اشبه بالظبط بان واحد واقف في وسط الشارع فهو شايف فيو معين، يطلع الدور الاول الفيو قدامه بيكبر، لما بيقف فوق سطوح فوق عباره 20 دور الفيو مش بيبقى اوسع، ده بيبقى شايف اخر المنطقه اللي هو ساكن فيها، فبالتالي نظرته بتبقى افضل كتير وشايف اكتر. بس معاك يا حاج وسام، اتفضل معاك المايك. السلام عليكم. في صوت الان. طيب في نقطه مهمه كنت قلتها امس حصلت امامك وانت اكدتها اليوم. لما اتصلنا امس وشككوا ان الاتصالات مش حقيقيه، رحت انا متصل بالكنيسه ورد علي واحد شغال على التليفون وقلت له الارقام، اداني نفس الارقام اللي وضعتها على التكس، وانت نفسك قلت ايه، اتصلت وتاكدت من الكلام ده. يا ريت بس تقولي الكلام ده. اتفضل. دي حقيقه فعلا، انا شكيت الراجل اللي هو قال كده، وانت ساعتها غضبت وقلت الناس دي بتفكر ازاي وبتعمل ازاي. انا بيني وبينك عايز اقول لك ان برضه ايه في شك، يعني انا برضه منهج الشك مش مختفي. فبصيت الرقم قدامي والكلام قدامي فرحت واخد رقم تليفون جنبي ورحت متصل عليه. مساء الخير، مساء النور، مين معايا؟ مين حضرتك؟
انا فلان الفلاني، انت فلان الفلاني، ايوه في حد اتصل عليك، ايوه اتصل عليا. طيب انت كنت في غرفة البلتوك، والبلتوك دي كان فيها اكتر من 1000 واحد، وفي غرفة ملحقة بيها 250 واحد، فاحنا كلنا سمعناك وكلنا كده، لو سمحت انا مش عايز اتكلم، مش عايز. قلت له انت فعلا انهيت نفس الكلام ده وشفت سمعت صوته بنفس الطريقة ديت. وبعدين لما انت حطيت رقم الكنيسة على التكست كمان، انا جبت الدليل، عندي سيديهاية كده بتاعت الدليل 140، وبصيت على الرقم ده فعلا لقيت رقم الكنيسة، كانت اعتقد 096 او 095 مش فاكر بالظبط كانت كام. بصيت عليها فعلا اتأكدت، بس انا كلمته شخصيا، وهو لو عنده الشجاعة يطلع على البلتوك دلوقتي ويقول، هو ممكن يكون سامع. انا كلمته وكلمته شخصيا عشان اشوف الصوت وعشان اشوف اذا كان يتكلم ولا لا. فعلا لقيت الصوت بتاعه هو، وبنفس الاسلوب اللي كلمك انا اسف جدا مش هقدر اتكلم معاك، انا مش هكلم حد دلوقتي. فقفلت بقى وقلت له على فكره عشان تبقى عارف انت مسموع على اكتر من 1000 واحد، وانت الحديث اللي دار بينك وبينه كان موجود على البلتوك. قال لي طيب شكرا، ولو سمحت انهي الحديث. طب شكرا، رحت قافل الحديث. بالظبط ده اللي حصل. جزاك الله خير وبارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح من نيته تكون خالصة لوجه الله الكريم. الله أكبر الله أكبر، تكبير، الله أكبر ولله الحمد، 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 الله أكبر، تكبير، كل فرد مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الحمد لله الله أكبر الحمد لله الحمد لله. يهتف باسمك قلبي الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا رفيقا عميقا سماء ما في قدامك حي الا الاسلام. لك الحمد طوعا واشهد ان محمدا رسول الله. رفيقا عميقا سماء وارضا. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن رسول الله باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا. الحمد صمتا لك الحمد
فرضا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا، لك الحمد صمتا، لك الحمد فرضا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا، فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك محمد رسول الله، عيسى رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربيعي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عيسى رسول الله. جل قدرا 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 جل قدرا. الصارم الصارم الصارم. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج.